السلام عليكم. لما اكون في حلقه جديده من برنامج زول كافي. طبعا اول حاجه بحب اترحم على شهداء اللي قاعدين يعني زي ما بيقولوا بيستشهدوا في السودان مما قامت الحرب، وبالاخص في الاسبوع الفات اللي احنا شفناه قاعد بيحصل في ولايه الجزيره في السودان. وطبعا زي ما عارفين يا جماعه انه الفتره اللي فاتت كل السودانيين، ما حقول العالم لانه العالم ده شكله القضيه السودانيه اصلا ما شغال بيها ولا معبره اصلا، يعني عنده قضايا تانية اهم من القضايا السودانيه عشان يتكلم فيها. فاحنا كسودانيين لنا فتره ولينا الاسبوع اللي فات متابعين وشايفين اللي قاعد بيحصل في ولايه الجزيره، والاعتداءات والانتهاكات اللي قاعد بتقوم بها ميليشيات الدعم السريع في ولايه الجزيره في السودان. لكن قبل ما نجي نتكلم ونشوف الانتهاكات ونشوف اللي حصل شنو بالضبط، انا يعني عندي كده سؤال بس دار اساله يعني للناس اللي بتصور وبتطلع تتفاخر باللي بيعملوه ناس الدعم السريع. يعني انا ما عارف، يعني الليله فلنفرض انه تعال نحن نمسكها، انتوا تقولوا جايين تجيبوا الديمقراطيه من الكيزان والضمي. كويس، الديمقراطيه بيجيبوها بالطريقه دي؟ ده سؤال لكم، هل دي الطريقه اللي بيجيبوا بها الديمقراطيه من العزل المدنيين اللي ما لهم ذنب؟ كويس. بعدين يعني انا من الله خلقني ما شفت لي ناس يعني بتنتقم من المدنيين بالطريقه دي. كويس. والليله انت ذاته يعني الموضوع ده كله حصل لشنو اساسا؟ حصل بيقول لك انه ده انتقام لانشقاق كيكل من شنو؟ من الدعم السريع. انه شايفين انه كيكل خان الدعم السريع، فاحنا نقوم نمشي ولايه الجزيره دي كلها نحرقها عشان كيكل. In a single village in Jazeera State, Central Sudan, more than 500 people have been killed. فده كله قدرت تقنعني بس عشان انت زعلان من كيكل انه خلى الدعم السريع تقوم تمشي وتخش وتصفي الناس بالطريقه دي كده؟ انا يعني خليني انا بس داير اعرف، يعني انتوا زي ما شايفين الفتره اللي فاتت برضه في جوطه تانية اللي هي في انشقاق بتاع مستشارين الدعم السريع وانسحبوا وجو وقالوا احنا دايرين نقول الحقيقه. خليني من الكلام ده، خليني نشوف احنا مع اللي لسه مصرين انهم هم مستشارين ومتحدثين باسم الدعم السريع، انتوا رايكم شنو اساسا في اللي قاعد بيحصل ده؟ والقصه شنو كده؟ احنا نسمع بتاع الدليفري ده يحكي لنا قصته هو من جانبه، لانه طبعا احنا كذابين، الشعب السوداني كله كذاب، هم الوحيدين الصادقين ناس الدعم السريع. فخلينا نشوف اصلا سبب المشكله شنو. ان البرهان يعني حشد عدد كبير جدا من المستنصرين والجيش وهاجموا قوات الدعم السريع التي كانت متمركزه في منطقه تنبول، وتم صدهم. لكن للاسف ذهب البرهان واتى بكل هذه هؤلاء المدنيين في يعني حتى العسكريين كانوا يرتدون الزي المدني، وهذه نحن ليس هذه المره الاولى. لا يعني انا بس داير اسالك سؤال، يعني كده يعني انت بتقول مستنفرين صح؟ انه الانتهاكات دي كلها او انتوا يعني بتحاربوا في المستنفرين. اول حاجه الطفل اللي اتقلع من امه ده رضيع، اتقلع من امه بالغصب. بيان صادر من مؤتمر الجزيرة أعلن العثور على 3 جثامين من أسرى قرية السريحة في قنوات الري، وقد قتلوا ذبحا بمن في ذلك طفل رضيع انتزعته قوة من الدعم السريع عنوة من أمه. ده مستنفر؟ النسوان اللي قتلتوهم ده المستنفرين؟ الأطفال والعزة المستنفرين؟ الرجال الكبار في السن مستنفرين؟ يا أخي انتوا بتكذبوا على منو انتوا؟ يعني المشكلة انه انتوا فضايحكم كلها مصورينها. كويس؟ واكبر دليل الفيديو اللي اصلا هو عمل قلق في السودان اللي هو بتاع عمر شارون ده، اللي هو مصور الراجل الكبير وقاعد بهين فيه وبيجر في لحيته. كويس؟ يعني ده الليله انتوا ذاته يعني الناس اللي طالعه بتنتقد الموضوع، في ناس كثيره طبعا قال لك فيها شنو، يعني ما في ناس كثيره بتموت في السودان، ما في ناس كثير ضربوهم، ايش معنى ده اللي مسكتوا فيه؟ شنو؟ اها جرنا من دقن حصل لي شنو؟ جرى من دقنه وجرى من دقنه وشد من دقنه والراجل العجوز ومن دقنه انتوا المدرس دخلت له حديده في اللي علي يعقوب ده اديته طقه في راسه وجريته بالواطه. لا ده خليك منه، ده اصلا عنده فاقد تربوي، ده اصلا عشان القروش وعشان هنا ممكن يعمل اي شيء، خليني منه ده اصلا ذاته الرد عليه هو يعني حرام. لكن النقطه اللي قالها انه استاذ احمد قبل كده والناس اللي انت ذكرتهم في السودان ديل كلهم لما قتلوهم ولما انتهكوهم ولما حصل اي شيء السودانيين ما سكتوا. هل في زول سكت؟ ما برضه الدنيا قامت عشانهم. لكن انا تعال اوريك الراجل الكبير ده
السودان كله كان جوا السودان ولا برا السودان الناس يعني اتعاطفت معاه وزعلت له، لانه الليله اي سوداني حضر الفيديو ده بيكون خدت في نفسه كده او جاه احساس انه الراجل الكبير ده ابوه، خدت ابوه انه كان يكون في نفس الموقف ده وبيتعامل فيه كده، فعشان كده الناس اتفاعلت مع الموضوع ده. بعدين ما في حاجه اسمها ليه فلان وليه علان، في النهايه اللي بيحصل كله غلط. يا اخي انت عمر شارون، يا اخي حتى اللي معاك في الدعم السريع ما بينك وكارهنك. شوف اسمع وشوف اتفرج. ورسالتي لي في ضابط ما اعرف انه كان زمان قال تابع له ابو للفلول ديل، وهسه قال في الدعم السريع اسمه فلان شنو شارون ولا بوج. احترم نفسك، انت ما تهي لك ناس كبار زي ده وتجرهم من دقونهم. انت الراجل واجه في الميدان، زول اللي لقيته مسلح وبادلك اقتلك قتل حق رجال، لكن ما تنزل الشياب الكبار والناس الركع زول. تزول ما مربى ولا شنو؟ رساله دي بتمنى تصلك في بريدك. عندك ايه موضوع انا موجود معك في كل مكان، انظار مطاوق واجه مباشر. متى حتى لو بقيت دعم سريع وبتنزل الناس الكبار اللي من دقونهم زي ده، انا والله نغيرك في محلك، لانه تصرفاتك تصرفات بتاعت كيزان زاد ابو تصرفك ده. لكن انا عندي سؤال برضو لعمر شارون او لاي زول في الدعم السريع. السؤال ده كان المفروض اساله لكم من قبل. حميدتي في خطابه الاخير لما طلع قال شنو؟ يمنع التصوير من انبات، تصوير يمنع من انبات. ايوه يمنع التصوير منعا باتا. كويس؟ وانتم من بدايه الحرب دي شاكين اننا لما تيجي تتكلم عن حميدتي السيد الغايد احنا بنحترم تعليماته والسيد الغايد ونظام. انتم ما بتغلطوا في القائد حقكم وعندكم ولاء للقائد حقكم، صح؟ بتصور ليش انت؟ الراجل لسه ما تم اسبوعين قال لكم ما تصوروا نهائي، لانه الراجل بيحاول يثبت للعالم انه ميليشيا الدعم السريع دي هي جايبه السلام في السودان، وهم ما غلطوا وهم ما اشعروا شراره الحرب وهم ما عملوا اي شيء. كويس؟ تقوم تجي تحرج الراجل بالطريقه دي وتصور وتجيب لك راجل كبير اعزل ما شايل سلاح؟ ولا انت رايك شنو؟ اسمع هو غايدك الريبوت ده، غايدك الريبوت شهد شاهد من اهلها. يعني زول ده تابع لميليشيا الدعم السريع وقال على القائد بتاعه ريبوت. اخواننا والله العظيم احنا بقينا ما عارفين الزول ده حي ولا ميت ولا ريبوت ولا ما ريبوت ولا هو جد ولا منجد ولا ما بقينا ما عارفين في شنو. احنا القصه شنو يا جماعه؟ نسال واحد من المستشارين ولا هم صحيح قالوا المستشارين بيفتشوا عليهم القنوات عشان يعملوا معاهم لقاءات، مختفين ما ظاهرين ما دارين يظهروا ذاته. ومستشاري الدعم السريع لكي يخرجوا معنا ليردوا على هذه الاتهامات، وللحقيقة هي اتهامات خطيرة للغاية في حق الدعم السريع. هم للأسف الشديد رفضوا الخروج معنا، رفضوا التعليق. طبعا الفضل منهم يعني، لأنه في جماعة سابوا الدعم السريع انسلخوا منه ما كيكل بس ومشوا شنو؟ قالوا احنا الروب واحنا راجعين ودونا الامان راجعين بور السودان. كويس؟ ده جايينهم بعد شويه. لكن سؤال اخير لميليشيات الدعم السريع والميليشيا يعني قبل ما نقفل الموضوع ده ونمشي نشوف مستشارينكم كمان يعني الجزء المدني حقكم. انتوا كل اللي حصل ده هسي عشان كيكل؟ طيب انتوا ما تشوفوا كيكل وين والجيش وين تمشوا له في محله. اللي بيوديكم تهبشوا في المدنيين شنو؟ وما تقول لي لا وده زي ما طلع هسه قبل شويه اسمه منه بتاع الدليفري المستشار قال انه ده الجيش بيلبس ناس او عساكر من الاستخبارات عنده زي الدعم السريع، وده الناس تابعين اصلا كيكل هو اللي وراهم يمشوا ويعملوا شنو وبيمارسوا انتهاكات بزي الدعم السريع. يعني ناس انتوا اللي عملتوه في كم يوم ده راح ضحيته اكثر من 300 مواطن سوداني دمه غالي وغالي على البلد، واهم منكم ذاته وخير منكم انتوا على الاقل هم بينفعوا البلد. انتوا شنو انتوا؟ اكثر من 300 ضحيه بسبب الكيكل عشان بس ينشق مشى رجع للجيش ولا بقى مع الجيش. وذكرت منصه مؤتمر الجزيره المختصه باخبار الولايه ان الدعم السريع يغتال عدد من المدنيين بينهم ناشط في العمل التطوعي والانساني من مدينه رفاعه. طبعا ده غير المخاوف من تصفيه كثير من الاسر، واي زول بيبقى ليه كيكل واي زول جمار قدام كيكل وبيقوا عاملين كيكل هو الشماعه وكبش الفدا وركبوا فيه كل الانتهاكات مما قامت الحرب في السودان من 15 ابريل 2023 كلها خدتوها في كيكل سبب في اي شيء. هسه ذاته كيكل ده ممكن يعملوا سبب في اللي قاعد بيحصل في العالم كله. اي حرب اي اغتيال في العالم حيقول لك كيكل، من وراه اغتيال فلان في الدوله الفلانيه كيكل، اي شيء يخطوا فيه كيكل. فشيل شيلتك يا كيكل غايته. تعال شوف
ابو شوتال ده كمان قائد من القائد الميدانيين التابعين للدعم السريع، كويس؟ قال سبب انه دخلوا ولايه الجزيره او سبب انهم قتلوا الناس في ولايه الجزيره واغتصبوهم وكل الانتهاكات اللي حصلت دي، فسرها كمان قال لك شنو؟ بالقران. عليك الله تفضل بس شوف تابع. في ناس لقمه ما قادرين ياكلوها، ديل احنا بنتكلم عنهم، ديل مفترض انهم يكونوا بعيدين من الحرب دي. في سوره النمل حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله، النمله دي منو؟ النمله دي جرسه، كانت زعيم جرسه اسمها جرسه، كانت زعيمه غوم. جرسه دي نفس الناظر ده هي زعيمه غوم. قالت يا نوم لا يحطمنكم سليمان جرسه دي ذاتها هي زعيمه هذا الغوم. جرسه؟ النمله كان اسمها جرسه؟ انت متاكد؟ والله انا صراحه يعني انا ما زول بتاع تفسير قران ولا هنا ما متصلبط زيك. قال جرسه، قال والله كان في جرسه في الدنيا دي فهم انتوا. جرسه دي نفس الناظر ده هي زعيمه غوم. لا يعني جرسه دي زي ديريك مثلا يعني. اوعى يا واد غير تكون بتشتغل عمك الضو. كويس ها كمل. جرسه دي ذاتها هي زعيمه هذا الغوم، والغوم هذا من قبيله الشيزبان، قبيله زي الشكريه، قبيله الشيزبان والزعيمه جرسه، قبيله الشكريه والزعيمه بوسين. لا انت بتهزر. والله يا اخي الكلام ده موجود في القران؟ قول والله العظيم كلامك انت ولا ياتوا كلام عشان احنا نفهم؟ يا اخي انا ما حرد عليك، انا هخلي زول يرد عليك بس بجمله سافل. ومن ولايه الجزيره في السودان نمشي لبورسودان. يعني شايفين احنا بعد انشقاق كيكل من الدعم السريع بقى في انشقاق في المستشارين وفي القاده وفي العساكر وفي اي شيء، كويس؟ يعني انا خايف الاي اي ذاته ينشق عن الموضوع ده، يخليهم كده في الهواء خشمهم ملح ملح. المهم قال لك مؤتمر صحفي للمستشارين المنشقين عن قوات او ميليشيا الدعم السريع، كويس؟ المستشارين اللي هم كالتالي: نواي اسماعيل الضو وهو رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الاستشاري، ومعاه عبد الرحمن علي حمدو، والله كان باقي لك كاف وتبقى حمدوك، اصلكم تشبهوا بعض. المهم هو رئيس القطاع القانوني بالمجلس الاستشاري ومسؤول ملف شباب القبائل. يا سلام. ومعاهم برضو محمد عبد الله والدبوك، مستشار قائد قوات الدعم السريع ومسؤول الملف الاعلامي. السنه كلام والله كمان كل واحد بمنصب. ومعاهم برضو محمد عثمان عمر، مدير الإدارة الفنية بإعلام الدعم السريع. يا أخي والله العظيم غايته ده شكله بتاع الاي اي. وأخيرا معاهم عبد القادر إبراهيم علي محمد، مستشار قائد قوات الدعم السريع ومسؤول ملف شرق السودان. والله ما شاء الله غايته، يعني فعلا مستشارين بالكيلو. والله مستشاري الدعم السريع ده مستشارين بالكيلو، زي سكريم الكيلو. تذكروا سكريم الكيلو؟ يا سلام يا أخي. إن شاء الله كده السودان يرجع، وان شاء الله اول ما اوصل السودان لازم امشي اضرب لي سكرين كيلو بمزاج عشان اتذكر المستشارين اللي بالكيلو ديل. فخلونا يا جماعه احنا نشوف الناس ديل بعد سنه ونص جايين لشنو. يعني انتوا هسه كده خلاص بعتوا الدعم السريع، خنتوه، بعتوا عديل، بعت ليه؟ خنت ليه؟ جاي بعد ايه؟ بعد سنه ونص جايين تتكلموا هسه وعاملين مؤتمر؟ ما مشكله، كده نشوف انتوا حتقولوا شنو. يلا انضموا. سيكون هنالك تخوين وسيكون هنالك تلطيق للسمعة، ولكن هذا هو الحقل السياسي يعني، وهذه هي الظروف الطبيعية يعني أن تكون ردات الفعل في هذا المواقف، وهذا هو المرجو يعني من الأخوة، يعني الأخوة في هذه المؤسسة، مؤسسة الدعم السريع. مؤسسة الدعم السريع وأخوة؟ انت يا زول ما نصيح؟ انت متاكد انك انت شقيت وبعتهم وخنتهم وجيت عشان الوطن؟ متاكد؟ انت شكله الابديت الجديد لسه ما نزل لك، لانك رجعت السودان. انت عارف في السودان الاي او اس والاندرويد والهناي ما الشبكه ما احنا ما لسه تحت الحظر وفي حرب كمان. فشكله شنو؟ افتح في بي ان، شغل في بي ان واعمل ابديت عشان تعرف انت بتقول في شنو. قالوا اخوه في مؤسسه الدعم السريع. اخواننا ده المفروض داس جنود يا اخواننا ده. لا حول ولا قوه الا بالله. ما علينا. شوف اللي بعده
عندك شيء تقدر تقوله ولا نمشي لواحد من جماعتك الجو معاك؟ في شيء؟ تفضل قول. لأول مرة بقول يعني هذا الكلام، واعتقد هو بأنه الإطاري ما كان السبب الرئيسي، بل هنالك كانت طموح جامحة لدى الأخوان حميدتي وعبد الرحيم في أنه هنالك مشروعات كبيرة جدا على البحر الأحمر. ايوه قلتش حاجه انا بقى. سمعتوا الزول ده قال شنو؟ ولا ما سمعتوه؟ قال لك شنو؟ عيدة تاني عليك الله، عيدة اليوم، عيدة هاي عيدة. إطاري ما كان السبب الرئيسي. جبت شيء من عندي أنا؟ قاحاتة تقدمين، ها وين انتوا؟ تعالوا الاي كيو بتاعكم تعبان، تعالوا لي قريب هنا اقول لكم حاجة. تعالوا سمعتوا الراجل ده قال شنو؟ ما اسمع لي فلسفة ثانية. ما تجيني تقول لي إطاري وما كلام واضح، كلام واضح. الحقيقة صمنا عن الكلام فترات طويلة، ولكن رغم هذا الصوم أو هذا الصيام إلا أن الله كتب أن أكون أول أهل السودان، يعني هذا العدد من أهل السودان ما يربو عن 40 مليون وزيادة، أول من تحدث وعلق على هذه الفتنة. لا يعني هسي انت جاي بور السودان وراكب طيارة وراجع السودان ومنشغل من الدعم السريع ومعرض نفسك للخطر عشان تيجي تقول لنا لك سنة ونص أو أكثر من سنة ونص صايم؟ يا أخي تقبل الله صيامك يا أخي. قلبك عامر بالإيمان. خلاص يا جماعة ده خلوه، خلوه يفطر كويس. الزول إذا كان صايم خلوه يفطر فطوره، لكم والله ما تنسوا تظبطوه أبريه وقمرجين وبتاع، جيبوا له الشغل البلدي ده. ما هو كان لا في بر السودان محروم من الحاجات دي. امشي دين فطورك واحنا نشوف غيرك، جيب اللي بعده. جلسنا على كرسي التمرد ليس بطوعنا ولا بإرادتنا، لكن زينا وزيكم صحينا السبت لقينا الواطة شنو؟ قايمة يعني وفرحان قوي. طيب انت اكيد قلت انه انتوا صحيتوا زيكم وزينا ولقيتوا الواطة قايمة، ليه احنا ما مشينا جلسنا على كرسي التمرد؟ ومعترف، انت معترف انه كرسي تمرد كويس؟ قلت بلسانك ما في زول قولك الكلام ده صح؟ ولا برضو انتوا هنا جابوكم بورسودان وربطوكم وقعدوكم على كرسي حاجة تانية؟ مالك مخك مشى وين؟ يعني شايف انه نحن انتهت علاقتنا مع الدعم السريع منذ اطلاقه للرصاصة الاولى. انت ليه محسسني يعني انت بتقولي انتهت علاقتنا مع الدعم السريع؟ ورميت لك دبلة في وشه الدعم السريع ولا؟ شنو حركات التشيكس دي؟ قال انتهت علاقتنا مع الدعم السريع من الرصاصة الأولى. طيب الرصاصة الأولى دي كانت يوم 15 إبريل 2023، انتهت العلاقة. الباقي شنو؟ مقضينا انتهت علاقتنا. قال دي يا اخواننا دي والله العظيم دي فارغة منكم والله، ودي حقه ما يتخت يا أخي. ما ممكن يا أخي، ده الناس غريبين جايين يستهبلوا على أمنا هنا. ده ايه ده المجتمع ده؟ لا يعني بس دقيقة وكررتها، يعني انت معترف ده اعتراف منك انه الدعم السريع هم اللي اطلقوا الرصاصة الاولى صح؟ يا اخي ريحتنا يا اخي، يا اخي احنا لينا اكتر من سنة ونص في انه من الذي اطلق الرصاصة الاولى، ما عرفناهم احنا ديل الجيش ولا الدعم السريع ولا الكيزان والضمي. جيت انت ريحتنا هسي، الحمد لله كويس اخيرا في زول جاوب لنا على حاجة. الصايم داك فطر ولا لسه نجيبه ولا لسه؟ داك طبعا بيكون شنو يا جماعة؟ بس يكون خاشي في الابريل يضمن قطع يجغم جغم بالعافية. لكن كده خلينا هسه احنا من المشقين والخونة ديل، خونة خانوا الدعم السريع وباعوه. كده احنا نشوف المستشار اللي قاعد لغاية هسي مستشار الدعم السريع الما خاين كويس، نشوف قال شنو عن ديل وعن كل المنشقين. نشوف قال شنو. الذي يقول مرة ممكن يقول آلاف المرات. حقيقة أنا ما عارفك أنت الباشا طبيق ولا رضوى الشربيني، أعمل لهم بلوك عفل بلوك. هذه القضية وهذا يعني بطارة التغيير الذي انطلق مستكملا لثورة ديسمبر المجيدة. يا سلام، ثورة ديسمبر الآن وصل لمرحلة بأنه لا يستطيع أن يواصل في هذا المشوار وهذا المشروع
يمكن ان ينزل في اي محطه من محطات هذا القطار. لا يعني هسي المستشارين بتاعينك الصغار اللي كانوا تحتك ديل نزلوا يعني في المحطه دي ولا تلبوا في المحطه؟ كويس، كمل واصل بالقطار هامشي. فهو الان اختار محطه الخيانه والغدر ونزل في هذه المحطه، ونحن نقول له اسعف غير معسوف عليه. هسي الناس ديل نزلوا في محطه الخيانه والغدر؟ طب القطار واقف ولا مشى؟ القطار دور حديده من نشال قول البريده. كملتوا انتوا، انا صحيتوا مع مستكملين للثوره. طبعا القطار فضل فيه عبد الله حمدوك والجماعه اصحابك ديل صح؟ والقطار ده نزل منه كيكل والجماعه الحلوين ديل معاهم الصايم اللي لغايه هسه بيفطروا ده. والله العظيم انت يا اخي انت خليك انت ذاتك انت زيك ده، خليك مع الدعم السريع لما ينتهي مره واحده احسن، لانه انت حرام يجيبوك ويخلوك ويسامحوك. يا اخي قطر، يا اخي انا ذاتي نازل من القطار ده يا اخي، داير اخليه كله لكن ما في محطه الخيانه، في محطه نهايه الحلقه. وبكده احب اقول لكم يا جماعه انه احنا وصلنا لنهايه المحطه لنهايه الحلقه. ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بتلفزيون العربي محمد عويضه، وبرضه ما تنسوا تشتركوا في قناه العربي تيوب عشان يجيكم كل جديد ويجيكم قطار جديد نركب نحن نكمل باقي الحلقات فيه بدل القطار اللي ما نافع ده. ومن هنا لغايه ما نلقاكم الاسبوع الجاي باذن الله تعالى، ظل احيانا ومد في عمرنا. تحياتي لكم محمد عويضه، السلام عليكم.